بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة النيل الرياضة، أهلا وسهلا بكم. النهاردة طبعا خلاص كل سنة وحضراتكم طيبين، شهر رمضان في العشر الأخيرة. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا. النهاردة أعزائي المشاهدين معانا حلقة ملهمة. يعني لو في واحد عنده برد يقعد في البيت يقول لك أنا عيان أسبوع 10 أيام. قصة الإلهام النهاردة يعني مفيش زيها في العالم، يعني ممكن تكون الوحيدة. القصة اللي هنحكيها والهدف من القصة دي إن لا حياة مع اليأس. كل واحد مدام واثق في ربنا، واثق عنده أمل في الشفاء، عنده أمل إن ربنا هيساعده، لازم يبقى فيه إصرار، عنده عزيمة داخلية. النهاردة قصة النهاردة دي يعني هتبرز هذا الحدث. يعني النهاردة ضيفنا بطل رياضي وكان هيوصل للعالمية، وجاله مرض أخطر من السرطان، مرض فشل في الجهاز النخاع العظمي. يعني ده أخطر من السرطان، ويقعد مريض 7 سنوات. وكان بيمارس لعبة الأمراء وهي التنس الأرضي، ويصاب ويشوف بقى مين اللي حواليه ومين اللي ساعده، وخلاص وهو بيقرب ان هو خلاص يعني واحد 7 سنوات طريح الفراش، وانتهت علاقته بقى بالرياضة وقاعد في البيت، وإصراره وعزيمته ترجعه ويبقى يرجع بعد كده تاني ويتعافى ويبقى ما شاء الله المرض راح منه. وبدأ بيدي حملات توعية وملهمة للحياة وإزاي الناس تخدم بعض، والناس يعني حاجة قصة أنا قلت أجيبها النهاردة. ضيفي النهاردة بطل كان بيلعب تنس أرضي زي ما قلت لحضراتكم، ويعتبر ملهم مش في مصر ولا في الوطن العربي، ممكن في العالم. نجمنا النهاردة الكابتن أنور الكموني. منور يا كابتن أنور. والله بنورك. الحلقة دي بالأخص ليها عندي معزة خاصة. انت عارف طبعا علاقتي بيك، احنا اول انترفيو عملناه مع بعض كان بعد رجوعي تقريبا او بعد ما تخف كان 2016 2016 او 15 تقريبا. مظبوط. دي تاني مره بعد تاني مره. وانا بالاخص انت ليك عندي معزه خاصه جدا، ان انا من الناس اللي بعجب بيك جدا كشخص، وبعجب برسالتك، وبعجب باللي بتعمله للاتحاد العربي ذو الاعاقه، وده كان حلمك زمان بنتكلم مع بعض يعني. فسبحان الله ونفس الطريق اللي ربنا جمعنا فيه يعني. نبدا بقى احنا الساعه كلها دي لحضرتك. احنا نبدا ستيب باي ستيب، جزء كده عن المرض وحياتك قبل المرض، وبعدين دلوقتي وصلنا بقى للقمه ازاي. طيب كويس قوي. طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى كان مقدر لي، وده اللي بيأكد كل حاجه مترتبه، انك انت تمر بحاجات عشان حاجات تانية تتجهز ليها. فكان اول حاجه كنت بتعلمها ربنا حاطيني فيها كده غريبه، كلمه المستحيل. انا كنت بلعب كوره كويس جدا، فجاه اتحول ان العب تنس وعمري 21 سنه، شيء ما بيحصلش يعني. فالناس تقول لك يعني مستحيل يبقى حاجه في التنس، هو بيلعب عشان يبقى مشهور بقى ولا بيلعب عشان يبقى ايه، ده مستحيل. فالكلمه دي كانت بتعمل لي قلق نفسي كتير، ان انا كنت انسان حقيقي. يعني في حد من اصدقائي قال لي ينفع تلعب وانت كبير في السن؟ هو كان بيلعب تنس اصلا. وقلت له ده التنس لازم يتلعب وانت صغير. قال لي لا، انت ممكن لو لعبت عدد، كان معلومه غلط يعني، عدد ساعات اكتر. هو اصلا هو كمان كان بيلعب تنس، كان بطل يعني. والدك هو كان بيلعب، واحد من اصدقائي كان معايا في الجامعه يعني. فصدقته ودخلت في الموضوع بقى، ودخلت وانا حابب الموضوع. كل الكلمه اللي بسمعها مستحيل مستحيل مستحيل، وانا بتمرن بال7 و8 ساعات في اليوم عشان اكسر المستحيل ده. 7 ساعات. طبعا انا هعمل ايه؟ انت بادئ متاخر وبتتعلم التنس، وكان ده كان رافائيل نادال جاب رولان جاروس عنده 18 سنه او 19 سنه تقريبا، 18 سنه. فتخيل انت بقى رايح تتعلم وعايز تبقى بطل ب 21 سنه. وبتمر بقى بتحديات صعبه كتير نفسيه ومعنويه، وتشكيك هنا وتشكيك هنا، لغايه ما بتقابل فرناندو رونا اللي كان ترتيبه كان من افضل 20 لعيب في العالم، وده اللي كان مرن رافائيل ده. قابلته فين بقى؟ في اسبانيا. انت كنت رايح اسبانيا بتعمل ايه؟ انا عايز، ما انا خلاص من كتر الطاقه السلبيه لازم اغير، تروح مكان تقدر تتمرن فيه عدد ساعات كتير. فرحت اسبانيا تعمل معسكر تدريب. بقى انت عايز تبعد عن اي كلام، اصل في حاجه انت حقيقي ولا مش حقيقي. مش عايز حاجات تحبطك ان انت بدأ تنس متاخر، لا ده انا بثبت لكم بقى ان انا ممكن ابقى العب متاخر واوصل. اصل هي كمان لعبه فرديه، يعني مش هينفع تتجامل فيها يعني. انت في الاخر يا تكسب يا تخسر، انت مفيش يعني، يا بتعرف تلعب يا ما بتعرفش تلعب يعني، مفيش يعني انت في الاخر ملعب لوحدك يعني. فروحت هناك قابلته بقى طبعا، فقال لي انت بقالك قد ايه بتلعب؟ قلت له ما كملناش وقتها اقل من سنه. فقال لي مستحيل.
اللي انت فيه ده محتاج سنين كتير قوي، المستوى ده محتاج سنين، يعني انت انتصار في حاجه يعني. كانت اول مره بقى بعديها بفتره اسمع كلمه ان مفيش يعني المستحيل ممكن يتكسر. قال لي طب بص انا شايف انت تقدر توصل لحاجه. وفعلا جاب الوايلد كارد في بطوله برشلونه، نخش كاس العالم مباشره، وقال لي ان شاء الله هتبقى مصنف عالميا بعد سنه، وبعد كده هيبقى خبره الماتشات بقى هتساعدك ان انت تكسب وانت قادر تعملها، ان انت عندك اللي انت وصلت له ده محتاج 10 سنين حد يوصل له كمستوى. تمام، وعندك لياقتك وعندك كل حاجه. انا اصلا بتمتع بلياقه بدنيه عاليه جدا. تمام جدا. اللهم صل على النبي. فحصل قطع في ظهري العضله الخلفيه، ورجعت تاني بعديها ودخلت الوايلد كارد ودخلت تصنيف العالمي. وده كان في سنتين، تخيل في سنتين من اللعبه بس تبقى مصنف عالميا. طبعا صعب. وكمان ما عندك المستوى اللي قادر تلعب بيه تنس، يعني عندك فور هاند، عندك كل مهارات التنس، ناقصك الخبره بقى، ان خسائر بتحصل سنه سنتين خسائر، وبعد كده بيحصل بقى مظبوط المكسب. ما فيش حد بيكسب على طول من اول مره بس انت وصلت للمستوى اللي يخليك قادر تلعب، وده عندك اللياقه وعندك المهاره خلاص. بالظبط كده. وكنت بقى عارف حاسس كسبت. كان مين بيمرنك هناك؟ كان فرناندو لونا. ما شاء الله. ده كان افضل شويه في العالم، ده راجل عظيم يعني، مشهور جدا عالميا يعني. ولما كانت زمان بطوله مصر الدوليه زمان كان هو اللي بيكسبها في مصر هنا. وطبعا لعب رولان جاروس كوارتر فاينل. لا اكيد طبعا انا معروف، مشهور جدا يعني. وكمان لما واحد زي يقول لك انت قادر توصل، خلاص اداك الدفعه المعنويه، خلاص ادوس. اصل اللي بيقول ده مش واحد عادي. مظبوط. فانا بقى كنت حاسس ان خلاص انا كسرت المستحيل. طلع ان المستحيل اللي كسرته ده مش مستحيل اصلا جنب اللي هشوفه بعد كده. بس كان بس ربنا بيعرفني ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. حلو. كان عايز يزرعها جوايا. بدات بقى دخلت برشلونه ودخلت بقى مسابقات تاني بطوله دوليه ليا. وعايز اقول لك بقى انا رايح هناك واثق ثقه عمياء ان هم سنتين بالظبط زي ما هو قال لي بالظبط، وهتكسر الدنيا يعني. ده اللي انت عارفه. وهو احنا مهديين سنه يبقى عندك ماتشات في الاول خسائر شويه لغايه تاخد الخبره، بس انت عارف انت بتتمرن مع مين، عندك الاستعداد، وعارف بتتمرن مع مين، وعارف انت مستواك فين، وعارف لياقتك البدنيه فين. وانا كنت بتمتع بلياقه بدنيه عاليه جدا. بتمرن بال 7 ساعات من غير ما اتعب خالص يعني. كان فعلا كده يعني. بجري 10 كيلو في حاجه 40 دقيقه 41 دقيقه تخيل. فتاني بطوله دوليه بلعبها في مقدونيا. طول البطوله حاسس انا ضعيف وجسمي بيضعف وده مش انا. وانا لسه متعود نلعب وانا متصاب عادي، متعود نلعب وانا تعبان عادي، ده طبع شخصيتي يعني. لغايه لما فجاه وقعت في الملعب، بقيت اشوف الكوره 2 3 كده وانت هناك. بلعب ماتش دولي على فكره. بشوف الكوره بشوف الكوره يعني عارف زي الافلام بالظبط. بتشوف اللي قصادك زي ما تحس ان انت بتشوف يعني شادو. لغايه وقعت في الملعب، فافتكرت برد تغيير جو، يمكن حصل لي فيروس ما اعرفش حصل ايه. رجعت مصر طبعا برد ما بيروحش، جسمي بيضعف بشكل مش طبيعي، بخس بشكل مش طبيعي. فرحت دكتور ايمن طاهر، كان انف واذن وحنجره، دكتور كبير في مصر هنا. قال لي انور انا حاسس محتاجين نعمل عينه دم CBC. رحنا عملت العينه طبعا CBC دم. طلب المعمل بعد ساعتين قال لي محتاجين حد تيجي تعمل عينه تاني. لا معلش نعيدها تالت. عايز يتاكد في ايه؟ فقال لي يا نهار اسود انت ناقصك بالظبط ساعتين وتموت. الهيموجلوبين 3000 في الجسم. 3000 ده يعني 2000 يبقى المفروض تبقى جثه يعني. المفروض الهيموجلوبين لحد تقعد قد 9000 وانت عندك 3000. انت خلاص وناقص 1000 واحد. فاضل 1000 والقلب يعني مفيش دم في الجسم اصلا. والمناعه 500 مفيش مناعه. والصفائح الدمويه 15000. يعني الجسم كله اتصفى تقريبا. ما هو النخاع توقف عن العمل من فتره يعني. فمبقاش في جسم. النخاع دوت اللي بينتج خلايا الدم الحمراء، بينتج جهاز كرات الدم البيضاء، ده الاساس، وبينتج الصفائح الدمويه. فلما يتوقف النخاع عن العمل ده معناه ان الجسم كله توقف. مبقاش في دم، الجسم توقف عن ان مفيش دم في الجسم خلاص. رحت بقى طبعا اكتر من مستشفى ما قبلوش الحاله، ان كله عارف ان هي كام ساعه وهتموت. فبالنسبه لهم لا احنا حاجه خلاص الموضوع انتهى يعني. ما عدا مستشفى بقى اللي كانت قصر عين فرنسيه وقتها قبل الحاله ودخلوني في اوضه عزل بقى. طبعا كلنا مش مدرك ايه اللي بيحصل يعني. لا انا فايق ودي معجزه. بس في ايه اللي بيحصل مش عارف. انا مش عارف حالتي ايه اصلا، وايه القلق ده، وليه هيموت كمان ساعه، وازاي الجسم توقف على العمل. كل دي اسئله بتيجي في دماغك. السؤال اللي كنت بساله دايما في دماغي، طب هلحق بقى البطولات الثانيه؟ يعني انت مركز على البطوله ولا سبحان الله. دخلت اوضه عزل، بدوا بقى يديروا دم كل يوم زي الافلام بقى، عارف دم كل يوم لغايه بعد. لا انا حاسس بيك البطوله يعني مع الاختلاف. انا برضو قبل ما اروح برشلونه جت عمليه زي ده قعدتني 6 شهور. يعني ايه المفروض ازاي ده مش تاخد يومين. وانا في العمليات بقول له دكتور ايه ده انا عندي بطوله بعد 6 اشهر. فافتكرت الكلمه. انا بتكلم على الاحساس اللي ايه الواحد يبقى حاسس بيه يعني. بس طبعا في فرق. فانا بقى قلت له هيفضل امتى وبتاع. فقال لك عرفت ان بقى اخدوا عينات مني، عرفوا ان في فشل في النخاع العصبي. وده اخطر من السرطان. طبعا انا وقتها طبعا بتخش على الانترنت تدور بقى على جوجل هل في اي حد رجع مفيش حد رجع خالص. كنت قلت يمكن بقى ربنا يديني معجزه ثانيه واكسر المستحيل زي ما كسرت. قبل المعجزه في بس فيديو كده صغير
هنشوفه ونرجع معاك تاني. اوكي. صعب جدا ان رياضه زي رياضه التنس محتاج تمارسها وانت عندك 4 أو 5 سنين. انا كنت بلعب كوره في مدرستي. هم جايبين ورا هنا بس اصلا رياضي. بدايتي للتنس كان فيها هجوم كتير وتشكيك كتير، الناس كلها كانت بتقول مستحيل ده يوصل لحاجه، ده شيء مستحيل في العمر ده يوصل لحاجه. في سن 23 سنه قدرت بعد سنتين بس من التدريب المتواصل ان اخد الوايلد كارد واصنف عالميا وابقى 1400 في العالم. ده كان شيء صعب جدا. في تاني بطوله دوليه ليا في مقدونيا، طول الوقت حاسس ان انا دايخ او ضعيف، وده شيء بالنسبه لي غريب ان انا اصلا جسمي قوي بطبعه. بلعب بطوله انا بشوف الكوره 2 أو 3 أو 4 لغايه لما جه في الماتش الثاني وقعت في الملعب، وبعد كده عرفت ان عندي فشل في النخاع العظمي. مرت عليا طبعا اصابتي بمرض بكتير من الاحباط والياس، ان كان في التوقيت ده كنت بدور على الانترنت في اي حد رجع لاي رياضه احترافيه بعد فشل في النخاع العظمي وعمل ازاله على النخاع عميل متبرع، ما كنتش بلاقي حد خالص. طبعا تحديات كتيره جدا قابلتني وقت مرضي، ان طبعا ملامح جسمي اتغيرت كلها خالص، تحولت لانسان تاني خالص يمكن انا ما اعرفوش، كانهم حطوني في شكل واحد تاني خالص. طبعا شعري بدا يقع، بدا لوني يتغير، بدا وزني يوصل لاكتر من 140 كيلو، بدا احس بضعف غير عادي، طرد الجسم العكسي اللي حصل في جسمي بدا يبوظ الجهاز الهضمي والكبد والكلى، مشاكل في الجلد، بدا يحصل غرغرينه في الايد. كان شيء طبعا يكاد يكون الرجوع للتنس شيء صعب. اول سؤال كنت بساله الدكتور دايما امتى هرجع العب تنس تاني؟ كان هو بيستغرب جدا من السؤال ده، ان المفروض تسالني هعيش ولا هموت يعني، لكن ارجع العب تنس تاني سؤال ما بيتسالش. كنت مصدق ان اقدر ارجع تاني العب، كنت مصدق ان اقدر ارجع تاني العب، حتى لما كنت بعرف ان مفيش حد في العالم رجع تاني كنت بقول لنفسي طب ليه ما كنتش انا الوحيد، ما كنتش انا اول رياضي يعمل ده او الوحيد اللي عمل ده. فده كان اول تحدي بالنسبه لي، وكان صعب جدا طبعا. تنزل الملعب تحس ان الملعب كبير جدا عليك، مش قادر حتى تمسك مضرب التنس، مش قادر تتحرك، كل محاولة بتفشل. 7 سنين محاولات الرجوع كلها بتفشل. طلوع السلم كان بالنسبة لي صعب جدا اطلعه. 5 دقايق تدريب في الملعب 2014 لغاية 2015، 5 دقايق تدريب في الملعب لغاية 4 ساعات، وبعد كده 7 ساعات، وبعد كده بسافر اسبانيا في 2015 وبلعب بطولات محلية. في 2016 بقيت العب بطولات دولية. في 2019 بوصل لتصنيف عالمي تاني 3200 على العالم. كل ده ورا الخيال يعني، ده بيقول للناس ان مفيش مستحيل، يعني مفيش مستحيل. لما يكون عنده امل ويحارب يحاول، مش مهم النتيجه تحصل امتى، مش مهم النجاح هيجي امتى، هو هيحصل ان مرحله هتحصل. ده طبعا جزء من لقطات قاهر المستحيل او قاهر المرض الكابتن انور الكموني. فطبعا نبقى نكمل بقى قصه. فطبعا بعدين طبعا انا كنت كل همي ارجع العب تاني طبعا. فقالوا لي بقى من الانترنت مفيش حد رجع تاني زي ما حكيت في الفيديو هنا كده. فكنت السرطان في ناس رجعت منه بس في اقل من سنه، لكن فشل في النخاع العظمي ان الجسم يتغير من جوه كله وتشوف متبرع، ولو عديت من العمليه بتمر بمشاكل كبيره ان الجسم يرفض النخاع. يعني كمان محتاج متبرع كمان؟ ولا النخاع مش بتاعي، ما خدت عخوفي، انا فصيله دمي اتحولت من ايه لاو. وحصل مشاكل نتيجه ان النخاع الوحيد اللي ربنا خلقه قادر يحارب الجسم، غير ان الجسم يحاربه. يعني القلب، الكلى، اي حاجه بتنقل للجسم، الجسم بس اللي ممكن يرفضها، لكن النخاع لا، النخاع هو كمان ممكن يرفضك. يعني النخاع يرفضك والجسم يرفض، فاللي بيحصل حرب بقى. فطبعا حصل مشاكل كبيره جدا، الجهاز الهضمي اتدمر، مشاكل في الكبد لاقصى درجه، دخل حتى تليف، التهابات الكبد تزيد، الكلى بدات تبوظ. طب ايه اللي حصل بقى؟ انا كل وقت بحاول ارجع العب بفشل طبعا شكلي اتغير خالص. واحد بقى عنده 90 سنه تقريبا من غير شعر، جسمه ضعف لاقصى درجه، من 40 كيلو، وادي يدوا جرعات كورتيزون كبيره جدا. هل عملت عمليه؟ هل عملت لا كنت طول عندي امل هرجع العب، ما تسالنيش ازاي. كنت اول سنه بسال الدكتور حسام كامل، الدكتور العظيم ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في علاجي، امتى العب تاني ثاني؟ يقول لي احنا عايزين نعيش ولا نموت. انا مش قادر اقول لك انا مش هينفع، بس هو مستحيل. بس انا مش قادر، كان ما يقدرش يقول في وشي، بس هو كان عارف ان ده مستحيل. كان عارف ان مستحيل ان انا ارجع العب تاني. بس هو كنت انا كمان بصعب عليه. انت عايز تخف الاول كمان، شكلي اتغير بقى خلاص. يعني كنت اول مره ابص على نفسي في المرايه ما عرفتش نفسي، مش الشخص الرياضي خالص. كمان بعديها من كتر جرعات الكورتيزون وزني وصل ل 145 كيلو. وكمان الجسم العظم اتهشهش، العضلات ما بقاش فيها ولا عضله في الجسم، تطلع بقى على كرسي تنزل على كرسي. انت بتقولي 7 سنين؟ حصل كمان في السنه الثالثه مصيبه الاكبر بقى، ودي كانت القاضيه زي ما بيقولوا، او دي المره الوحيده اللي حسيت ان هي قربت، لما حصل غرغرينه في ايديا الاثنين. كمان
كامله بقى هنا فجت بقى انا لا هلعب تنس ولا هقدر امسك حاجه. كمان غرغرينه ملهاش حل غير البتر. تخيل انا رفضت. وقلت خلاص هتبقى النهايه كده يعني، ما عنديش مشكله. ولكن ما تقطعش ايدي. ما خلاص انتهت. ومش حبا في التنس، هو التنس بالنسبه لي بحب العب تنس، بس كان حب في النجاح، ان انا ما كملتش اللي كنت عايز اكمله زمان، ما خدتش الفرصه اللي كنت نفسي اخدها. فعندك امل برضو يعني. وسبحان الله دكتور حسام وقتها قال لي يعني الراجل تدخل وفعلا ادى ادويه سيوله بشكل مش طبيعي في الجسم. هل عملت عمليات مثلا؟ لا. وعلى فكره ايديا رجعت تاني ادويه فقط. بقى هو على فكره لما رحت في سويسرا في اليو اي سي سي كان كله بيقول لك الرياضي الوحيد في العالم اللي مش عارفين حصل ايه. يعني طبيا ده ما ينفعش، هو ربنا ما ينفعش بعد الجرعات الكيماويه الجرعات الكبيره، ما ينفعش ترجع بعد تاني. طبعا بعد الكورتيزون 7 سنين يعني مفيش ولا عضله ولا اي حاجه في الجسم تخليك انسان عادي تمشي على رجليه. غرغريه في الايد تخف ما حصلتش. مشاكل في الكبد والجهاز الهضمي، اذا كان الكبد يبقى مشاكل تبقى عندك اجهاد اصلا، نسبه الصفرة مفيش مجهود تقدر تعمله. الرياضي لما بيبعد عن الملاعب 6 شهور او سنه كان فيدرر حليني بقى تبدا كان فيدرر اتصاب 6 شهور خصوصا في اللعبه الفرديه. لا احنا بنتكلم على لعيبه زي فيدرر مثلا في العالم اتصاب سنه ما عرفش يرجع. نادال هو بقى له سنه ونص مش عارف يرجع، بالك بالسبع سنين بعد عن الرياضه. فدي يعني 7 سنين انت بعيد عن الرياضه، بعيد عن المنافسات، بعيد عن التدريب، بعيد عن اي حاجه، والجسم كمان انتهى تقريبا. احنا بنتكلم على لعيبه كبار بيحصل لهم اصابات في جسمهم ما بيرجعوش. ف رجعت بقى وقتها بصراحه، رجعت اسبانيا في 2015 بتتمرن في نادي اسمه يعني خفيت بعد ال7 سنين بقى، قلت بقى ارجع بقى. كنت بحاول ارجع طول الوقت بس ما بنجحش. يعني طول ال7 كنت بحاول، بس للاسف كنت بقضي شهور في المستشفيات، ايام في البيت، كام ساعه في ملعب التنس. طب فكرتك بقى انك خلاص انا خفيت. انا احكي لك بقى 2015 رجعت اسبانيا بتلعب ماتشات محليه على ملاعب الترابيه. قررت اروح شرم الشيخ في 2016 على ملاعب الصلبه، بس بعد ما الدكتور قال لك انت خلاص بقيت كويس. المعجزه اصلا ما حدش فاهم بيحصل ايه. ودي برضه تخليك تبص في السماء وتقول ربنا انت ليه حكمه في كده. الحكمه بقى اخذت الحمله بعدين. احنا معانا برضه مكالمه تليفونيه، طبعا برضه جزء من الخير بقى، احنا في رمضان وخير، وطبعا حضراتكم عارفين طبعا مؤسسه زايد الخير، وكان في بروتوكول بين مؤسسه زايد وبين وزاره الشباب والرياضه بقياده طبعا الدكتور اشرف صبحي، ومؤسسه زايد والامين العام الاستاذ طبعا عبد الله الحمدان، من الشخصيات المحترمه جدا وبتحب الخير وراجل خير. فطبعا انا بحييه وبشكره من هنا على دايما افكاره دايما متطوره. يعني انا عندي خلفيات، بيصحى الصبح يعني من الفجر بيكون في مكتبه 6 الصبح 7 الصبح. يعني تخيل شخصيه ويكون راجل مسؤول، ويبقى اول واحد يخش واخر واحد يمشي. ده يعني النموذج الحقيقي. ابو خالد ده ربنا يبارك له. احنا معانا تليفون مع الدكتور محمد عبد الستار، طبعا عضو لجنه ذوي الاعاقه، ومن الشباب الطموح الواعي، نقول الشاطر، وصديقي الدكتور محمد عبد الستار. اهلا بيك يا دكتور محمد. دكتور محمد، دكتور محمد، السكه قطعت بقى دكتور محمد يعني. اكيد نرجع بقى الخط تاني ونرجع ل طبعا 2016 ل 2019 بقى او 18 بتلعب بطولات دوليه كتير على ملاعب الصلبه. اصابات مش عايز اقول لك، قطع في العضله الخلفيه. الملاعب الصلبه بالنسبه لي مش مريحه، ما بلعبش عليها اصلا في حياتي. تقريبا بتخسر فوق ال 90 او ال 100 ماتش متواصل. تخيل انت بقى قعدت تخسر فوق ال 90 او ال 100 ماتش بعد ما رجعت. طبعا شيء طبيعي جدا. حصل كام قطع في العضله الخلفيه اللي ورا نتيجه الملاعب تحول الملاعب الاسبانيه ملاعب الترابيه للملاعب الصلبه اللي هو اصلا انا ما جيتش عليها اللعب. دي ملاعب ودي ملاعب، والجسم لسه مش بكامل قوته، بترجع. بس كنت عايز ارجع عشان اتعود على الكومبيتيشن، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى جه في بعض البطولات المحليه اللي كانت موجوده على الملاعب الترابيه، وقدرت ادخل التصنيف العالمي ما شاء الله. وبقيت الرياضي الوحيد اللي قدر يعملها. ربنا عارف، ربنا تقول ايه، انت هتصبر قد ايه في الخساره؟ انت حقيقي ولا مش حقيقي؟ بدات ترجع تاني. وجاي تصنيف عالمي فعلا ترجع. حصل الكوفيد، وبعد كده انا في سويسرا قالوا لي انت ليه ما تعملش، انت الرياضي الوحيد في العالم، المفروض تعمل حاجه يعني للناس. يعني انت واحد في العالم، فالناس ممكن تصدق انها تخف. فوجودك في الملعب، وجودك في الحياه ده. واختاروا الفيلم بتاعي في الكونجرس اللي كان موجود في جنيفا في السنتين اللي فاتوا، وكانت حاجه عظيمه يعني. فبعد كده انا بصراحه قررت يعني بقيت ملهم العالم. فانا شايف اللي انا اقدر اعمله للناس الحاجه اللي انا نجحت فيها ازاي.
بتحكي قصتك بس وانا كمان حبيت نموذج حي. كمان حبيت فكرت في حمله هوب جيفر منيح الامل. اول حاجه ما حبيتش انها تبقى باسمي، ان في قصص ثانيه احسن مني كمان، فحبيت ان انور واحد ربنا جعله معجزه في حتته، بس في ناس تانية معجزات تانية في اماكن تانية. مظبوط. ليه كلنا ما نتجمعش وما نغيرش؟ فاتسمت منيح الامل. بدات تجمع الناس اللي زيك. وكمان الحمله مشيت في 5 طرق اللي ساعدونا شخصيا. اول طريق ده ممكن تستغربوا شويه، بس هو ده طريق مهم جدا وده فرق معايا نفسيا جدا، الانترتينمنت، الجزء اللي فيه الرفاهيه للناس. الناس في ناس ما عندهاش القدره الماديه انها تخرج في مكان. انا لما كنت بخرج من المستشفى لمده ساعه في اليوم، كان ممنوع طبيا على فكره، كنت بتحس ان انت اروح مكان حلو، ان اشوف حاجه، اروح فيلم، اروح اي حاجه فيها نوع من الرفاهيه شويه، ان انا اشوف حاجه، ده بيخرجني من بره احساس الموت. الام برضو اللي عندها سرطان واولادها. هنرجع تاني للدكتور محمد عبد الستار، عضو طبعا مكتب ذوي الاعاقه بوزاره الشباب والرياضه، وكان في بروتوكول بين وزاره الشباب والرياضه وبين مؤسسه زايد العليا طبعا، والامين العام الاستاذ عبد الله الحميدان، ومعانا بقى الدكتور عبد الله، دكتور محمد عبد الستار. ازيك يا دكتور؟ دكتور محمد. الو. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ ايهاب؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله اكرم، وربنا يبارك في حضرتك وفي كل ابطال التحدي قناه النيل للرياضه. دكتور محمد، طبعا انا عارف ان في كعاده كل سنه ان في بروتوكول بين وزاره الشباب وبين مؤسسه زايد، وكان في افطار يوم 19 رمضان، فكنا عايزين نعرف القصه بدات ازاي وبقى لها كام سنه، ومؤسسه زايد بتعمل ايه مع وزاره الشباب والرياضه والبروتوكولات الخاصه بذلك. احنا حضرتك كوزاره شباب والرياضه وقعنا بروتوكول في 2021 مع مؤسسه زايد العليا لانشاء 68 مركز تخاطب على مستوى الجمهوريه في مراكز الشباب، ومن خلال حضرتك بدعو كل اولياء الامور اللي عندهم ولاد من ذوي الهمم ان هم يشرفونا في مراكز التخاطب اللي جوه مراكز الشباب اللي مستوى الجمهوريه والخدمه بالمجان. ومن ضمن البروتوكول برضو ان احنا كان عندنا افطار يوم 19 رمضان بمناسبه يوم زايد الانساني، وده افطار كان لكل 68 مركز تخاطب على مستوى الجمهوريه للاولاد واولياء الامور والاخصائيين والمنسقين. ده كل دوت بالتعاون بين مؤسسه زايد العليا في الامارات ووزاره الشباب والرياضه. انا بصراحه يعني انا شفت بعض اللقطات، كان في فيديو كده جالي ونشاط، وكفايه فرحه الناس، وخصوصا فكره انك تتعامل مع التخاطب بالذات، لان دي مكلفه على اولياء الامور، فيعني دي كانت حاجه جميله جدا من مؤسسه زايد او الفكره ومن وزاره الشباب والرياضه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في اليوم دوت 12000 ولد واولياء امور واخصائيين لمراكز التخاطب، وعايز اقول لحضرتك كانت احتفاليه كبيره جدا ومهرجان كبير جدا. الاولاد انا عايز اقول لحضرتك واولياء امورهم حسوا بالسعاده كبيره جدا 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 جدا. عايز اقول لحضرتك احنا الحمد لله المشروع دوت تعاون مثمر وجيد جدا ما بين الوزاره ومؤسسه زايد العليا لخدمه ابنائنا، وبجد ليه مردود ايجابي جدا. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في ولاد كتير جدا من ذوي الاعاقه الذهنيه بتجيلنا ما بتبقاش عارفه تتكلم ولا تنطق، فبيخشوا عندنا المركز بييجوا بعد 3-4 شهور يعني بيتكلموا وبينطقوا وبيقولوا اسماء ابهاتهم وامهاتهم. فعايز اقول لحضرتك لا، خدمه حقيقيه وبالمجان وجميله جدا يعني جوه مراكز الشباب، تيجي مراكز التخاطب جوه يعني. طب يعني دلوقتي في ناس كتير اكيد سامعيننا، وفي ناس يتمنوا يوصلوا لكم، يعني انتوا اكيد في القاهره وفي الجيزه، يعني لو واحد عايز يوصل لكم يتصل، هل في موقع معين، هل في تليفون، هل يعني يوصلوا ازاي وكل ولي امر يقدر يجيب ابنه او بنته لهذا المركز التخاطب؟ انا بشكر حضرتك، احنا نقدر نوصل عن طريق صفحه وزاره الشباب والرياضه مكتب ذوي القدرات والهمم، وعن طريق المنسقين اللي موجودين في مديريات الشباب والرياضه اللي مسؤولين عن مكاتب الاعاقه، او هو حضرتك ابسط حاجه ولي الامر بس
يوصل لمديريه الشباب والرياضه اللي موجوده في المحافظه عنده، يسال يقول مراكز التخاطب اللي موجوده عندكم هنا موجوده فين عشان عايز اودي ابني فيها بس. والله يعني ربنا يعني يجازي ويكون في يعني في مجال يعني في حسنات كل من فكر في الموضوع ده. كان معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي هو دايما بيحاول يعمل بروتوكولات تخص الرياضيين عموما وذوي الاعاقه، ولا طبعا الصديق المشترك طبعا ابو خالد الاستاذ عبد الله الحميدان. انا في المقدمه بس انت ما كنتش موجود، فكنت بتكلم عنه بقول الراجل ده دايما متطور وبيصحى يصلي الفجر ويكون اول واحد في مكتبه في ابو ظبي واخر واحد يسيب مكتبه. يعني هو شغال بس ازاي يفكر ازاي يطور لخدمه ذوي الاعاقه يعني طبعا، وده صديق مشترك بينا. افتكر كلامنا بالنسبه له مجروح يا دكتور محمد. والله عايز اقول لحضرتك بجد والله فعلا الامين العام لمؤسسه زايد العليا فعلا للامانه دؤوب وبيحب مصر جدا، وهو الحجر الزاويه في المشروع دوت هو ومعالي الوزير. للامانه هم الجناحين اللي طايرين بالمشروع دوت. فبامانه يعني انا بوجه لهم كل الشكر، السيد الامين العام لمؤسسه زايد ومعالي وزير الشباب والرياضه، وطبعا بجد والله الف شكر ليهم لان هم فعلا اصحاب الفكره واصحاب المشروع. بجد والله ربنا يجزيهم خير عن الاولاد كلها يعني. دكتور محمد المشروع ده مثلا تكلف في حدود قد ايه؟ يعني بقاله سنتين مش كده؟ اكيد في يعني دعم كبير جدا، يعني في حدود قد ايه كده تم تكليفه كمبالغ؟ الدعم واصل مش حاضرني الارقام بس ازيد من حوالي 20 مليون جنيه بتمويل من ابو ظبي القابضه. شركه ابو ظبي القابضه هي اللي مموله المشروع. فبجد والله يعني الف شكر ليهم، وده الطبيعي اللي ما بين الامارات ومصر. بجد والله ده مش غريب عليهم يعني. احنا بنوجه لهم كل الشكر والتحيه يعني. فعلا الامارات ومصر واحد وبيحبوا الخير، وطبعا العلاقات المصريه الاماراتيه طبعا في يعني ما فيش غبار عليها من ايام الشيخ زايد طبعا واولاده، وطبعا يعني كل الامارات بتحب الخير. وان شاء الله اي حاجه الواحد عايز ينجح مشروع او يعمل اكيد تبقى الامارات فيها دور كبير، وان هم ناس مثقفه، ناس يعني بتحب تعمل خير. وبدليل ان احنا حضرتك في رمضان ولمسه خير ووفاء لكل ذوي الاعاقه. وطبعا انا بشكرك يا دكتور محمد، ولو تحب تضيف حاجه قبل ما يعني حضرتك تسيبنا يعني. انا بحب يعني اقول رحمه الله على الشيخ زايد، لان يوم زايد الانساني احنا فطرنا حوالي 12,000. فربنا يجزيهم خير، وبجد بدعو كل اولياء الامور انه اللي عندهم ولاد ذوي اعاقه يشرفونا في مديريات الشباب والرياضه على مستوى الجمهوريه عشان يلمسوا وياخدوا الخدمه حقيقيه بالمجان جوه مراكز التخاطب اللي موجوده جوه مراكز الشباب. اقرب نشاط ليكم ايه يا دكتور محمد الفتره الجايه؟ انتوا عارفه ان انتوا المركز بتاعكم شغال ومكتب ذوي الاعاقه بصراحه شغال، واقرب نشاط ليكم ايه؟ احنا شغالين دلوقتي في تطوير مراكز التخاطب، وبعد كده ان شاء الله في عندنا بعض الانشطه الرياضيه زي كره السله للبنات، وعندنا في برضه بعض الرحلات الاجتماعيه في الصيف. فان شاء الله مجرد ما بناخد الموافقات بننزل الكلام دوت على الصفحه عندنا ان شاء الله. عموما انا بشكرك الدكتور محمد عبد الستار، عضو مكتب ذوي القدرات والهمم بوزاره الشباب والرياضه. وطبعا بنشكر مؤسسه زايد العليا والامين العام الاستاذ عبد الله الحميدان طبعا على دعمهم. وطبعا ما ننسى نشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي سخر كل الموارد لخدمه ذوي الاعاقه. شكرا ليك يا دكتور محمد. افتكر الخير بيبقى كويس والناس بتسعى له يعني لما يكون حد مسؤول وبيحب يعمل خير الخير هو دايما اللي بيبقى دايما يعني. فالحمله زي ما حكيت لك كده هي كلنا الحمله جمعت كل الناس دي بقى تخيل. الحمله بقى بالنسبه بتاعتك انت سميتها هوب جيفر كامبين. مش باسم ان كل الناس اللي جمعت الحمله هي اكبر حمله عالميه النهارده. اكتر من 20 دوله ماشيه ب5 محاور، الخمسه اللي هم ساعدوني شخصيا. اول محور فيها اللي هو انترتينمنت الترفيه، والرئيس الفني الحمله اللي انا بحس انها غيرت الحمله كلها صفاء ابو سعود. الفنانه الكبيره العظيمه يعني الفنانه القديره يعني فعلا. هي على فكره هي حقيقيه جدا اللي جواها زي براها يعني. عملت كتير قوي، بتحب تعمل خير جدا. وغنت السنه دي في الافتتاح وغنت في الختام وغنت مع فريدريكو مارتييلو المطرب الوحيد في العالم اللي ذو اعاقه اللي غنى على كرسي
اوبرا، واخد اعلى وسام في ايطاليا، وسام فارس. ما شاء الله. وغنت معاه ملك من الامارات، من مدينه شارع الخدمات الانسانيه، وخالد عمار في مصر برضو، وعملوا اغنيه كبيره جدا لحاجه زي كده. والحمله كمان فتحت الاماكن الغاليه للناس. الحمله على فكره مش سرطان بس، على فكره يعني بهيه الراعي الخيري بتاعها، مستشفى بهيه لسرطان الثدي، وانا سفير لبهيه، ومستشفى الناس الراعي الثاني. وفيها بقى جمعيه، فيها بقى مؤسسه الحسن، فيها غبور، مؤسسه غبور، فيها الشريك الاستراتيجي جمعيه ذات خلود اللي في الدويقه اللي شغال ستات. فيها جمعيات كتير في مصر وبره مصر بقى طبعا. طب احنا معانا فيديو الحمله للحمله. اللي هو هنروح نشوف على فكره الفيديو ونرجع نتكلم عليه. ده 23 دوله اللي راحوا السنه دي، خلي بالك، او يعني دوت اللي حصل السنه دي بس. هنشوف الفيديو ونرجع مره ثانيه. اوكي. اتفرج. You know
المكسيك طبعا احنا شفنا نقول بريف صغير كده كان لسه هيكملوا المكسيك والبرازيل كان لسه جايين وراها. لفين انت؟ لسه حتى ثانيه كمان. وعشان الوقت عشان نقدر نتكلم بقى وتشرح بقى. طيب دلوقتي طبعا اولا عايز اشكر اولا طبعا وزاره السياحه بصراحه وهيئه تنشيط السياحه طبعا دخلوا في الحمله بقوتهم السنه دي بقى. الضيوف اللي بيجوا من بره ان جه السنه دي كيرا شابلن حفيد تشارلي تشابلن، وجه رئيس بيتر وورلد فاند في مهرجان كانو فينيس في الفيستيفال. ان الحمله بقت عالميه لها تاثير. وكمان بشكر الناقل الرسمي للحمله والناقل الرسمي مصر الطيران على كل المجهود اللي عملوه معانا بصراحه بشكل مش طبيعي. طبعا بقى مستشفى بهيه طبعا والرعايه الخيري الاولاني، مستشفى الناس، كل المؤسسات اللي دخلت في الحمله في العالم كله. في فرنسا برضه الحكومه الفرنسيه دخلت معانا. ان احنا بقينا موفمنت، احنا بنجمع كل المؤسسات، كل الناس اللي عملت خير، وبنخش معاهم في بروجكتس منتشر، كلنا بنندمج مع بعض. ودي اقوى حاجه، وده اللي خلاها الاقوى عالميا. ازاي تعملوا خير للناس، ازاي كل ده مع بعض. احنا مثلا الجزء الترفيهي ده احنا بنجمع فيه كل العالم طبعا برئاسه الفنانه العظيمه صعب السعود. الجزء الثاني في الحمله اللي حكيت لك عليه مؤتمرات الرياضه والصحه من كل الاتجاهات بقى، ذو الاعاقه للسرطان للقلب. الدكاتره بيقولوا احنا قدرنا نوصل لايه، زي مثلا الكرسي بتاع ذو الاعاقه مثلا، انت عارف ان الكرسي له مواصفات مظبوط، مش كل عشان ما يبهدلش كلامك صح. ازاي يبقى يمكن يبقى واحد يبقى عادي عامل حادثه متخيل ما ينفعش يلعب رياضه، لا ممكن في حياه بعد كده. فالمؤتمرات اتعملت وبدانا في فرنسا، وبيتعزم فيها كمان في الوطن العربي ناس يعني، بس كل مره ازاي تدي امل للناس. بالظبط كده. والجزء الثالث احنا جينا في الاجزاء الفاينانشال، دخلنا مع جمعيه الخلود في الدويقه، الستات اللي بتشتغل عايشه في الشارع، بدانا نحط معاهم ندي مصممين من كل حال العالم دخلوا عملوا تصميمات الحمله، وبداوا يشغلوا ستات، والمكسب يطلع للاطفال. احنا مش عايزين حد، احنا بنخش تبرعات، هي رعايه على رعاه، بس انا عايز الناس بدل ما تتبرع تستثمر في البني ادم نفسه. مظبوط. هو لما يشتغل هتشتري حاجه منه، انت اشتريت حاجه عجبتك هتفضل تشتري منه، هو ضمن انه اشتغل وضمن مورد رزق. والجزء الاهم من تعليم الاطفال ديت اللي ما عندهاش فرصه تتعلم. دخلنا مع فيت فور لايف برضو اللي جمعوا اطفال الهومليس وبداوا يشتغلوا معاهم، يعلموهم حاجات عشان يشتغلوا مش يتسولوا في الشوارع. بدانا بقى نعمل المتطوعين، بدانا نشتغل عدد متطوعين كتير جدا ينشروا الخير في الاماكن اللي تعجبهم في كل حته في العالم. الجزء الخامس الحمله بدا يبقى عندنا بقى احنا بننتج مسرحيات، بننتج اغاني الحمله بالكامل، بننتج اعمال. السنه دي اخيرا ننتج حاجات دوكيومنتريز موفيز عن كل الناس اللي غيرت. جاي مصر السنه دي شين ويرنر الوحيد اللي طلع جبال ايفرست برئه واحده بنص رئه. في الحمله فريدريكو مارتيلو جاي مصر يغني تاني مع الفنان العظيم صعب السعود. فالحمله ليها دخلنا في الشارقه. مين الداعم للحمله؟ هل انتوا عندكم مؤسسه؟ هل لا هي موفمنت، هي حركه، احنا بنخش تبرعات. مفيش تبرعات. فيها رعاه. وده منطقي عشان الحمله تقدر تستمر يعني. وداخل بقى وكمان فيها مؤسسات كتيره جواها. انت وظيفتك ازاي تخلي كل الناس تشتغل مع بعضها، ازاي نشتغل كلنا مع بعض، مش مثلا بهي لوحدها كلنا، لا كله مع بعضه. يعني في المكسيك مثلا عشان بتحكي عن موضوع الإعاقة، احنا في المكسيك لعب ماتش كوره هناك في المكسيك فريق الكوره الوحيد في العالم اللي عنده اعاقه ذهنيه. لعب ماتش مع منتخب المكسيك تحت اسم تحت الحمله، والاعلام المكسيكي برضه غطى الحمد لله، والبرازيل. ويعني انت عارف تعمل حاجه، يعني الحمله مش حاجه واحده، مش فكره اي واحده، الحمله بتتغير وبتتشكل. اهم حاجه نشر الخير ازاي، ونشره بالاكشنز. بتفتح اماكن غاليه لناس ما شافتش الاماكن دي. ده كويس انك تقدر تقنع الناس دول اصحاب الاماكن. بص الخير بيجر الخير طول ما انت حقيقي. بص في حاجتين في الحياه دايما، ان ربنا سبحانه وتعالى اداني يمكن معجزه ومديها لغيري. ان انا الحمد لله انا شفت فيها معجزات كتير، شفت ناس احسن مني كمان. ربنا بيدي المعجزه للناس اللي بتبقى من جواها صادقه. طول ما انت صادق وحقيقي ما تخافش. بتخاف منه لو انت مش، ان ربنا ما بيحطش ايديه في حاجه فيها يعني. الحمله دي بعتبرها معجزه اكتر من رجوعي للتنس. الناس شايفه ان انا الراجل الوحيد في العالم، ممكن ربنا سبحانه وتعالى اختارني ده، بس الحمله فعلا معجزه اكتر مني. ازاي تجمع 23 دوله، والنهارده احنا داخلين في النسخه الرابعه دلوقتي، ممكن يبقى حاجه و40 حاجه و50 دوله. الثلاث نسخات اللي فاتوا كانوا فين؟ يعني كنا 10 دول في 21، في 22 14 23 23. احنا داخلين في 24، داخلين على رينج حاجه و40 دوله تقريبا ما شاء الله. فاحنا هتبقى امتى بقى الجايه؟ هتبقى في مصر؟ بدا اول حاجه بمهرجان كان، ان احنا برضو فيها جزء خاص بالسينما. وهم دايما في طب السينما يبقى يعني يبقى قصص لذوي الاعاقه؟ طبعا بدانا نحط السبوت على الحمله جوه الحاجات دي. يعني مثلا احنا معانا شراكه كبيره مع بيتر وورلد فاند، دي اكبر مؤسسه خيريه جوه مهرجان كان ومهرجان فينيسيا السينمائي. ودي خاصه بالسينما طبعا يعني. بس الفكره ان انت ان احنا عايزين نوجه الناس ان في القاء الضوء على النجوم دول، ان الناس خلي بالكم ابطال خارقين. وطبعا عايزين نشتغل معاك.
ان انت رئيس الاتحاد العربي للاعاقه، مهم جدا ان احنا نعمل بطولات والناس تشوف النماذج دي وقصصهم ايه، وزي بقى رياضي وبقى بطل ان حياته ما انتهتش. أيوة. واحنا بنخش البطولات دي كلها بنصورها وبتنزل وبنظهرها في الافتتاح وفي الختام، وبنخلي المؤسسات الثانيه تخش معاك تشارك، زي بهيه وزي مستشفى الناس وزي غيرها وزي غيرها. الماتشات بيبقى لها جمهور، ان الناس دي ابطال. ليه احنا كل مره بنركز على حاجات؟ لا، وممكن في البطولات الرياضيه تجيب الناس اللي هم تعبانين، او اللي يبقى في حته جزء من الامل، يعني ان انتوا هتبقوا زيهم، او انتوا يعني في ناس اوريدي يعني بالنسبه لك انت ملهم، وفي ناس تعبانه لسه، فلما بيشوفوا من الناس من ذوي الاعاقه ابطال هيقول لك يعني في واحد مثلا ابنه عمل حادثه هيقعدوا في البيت، لا ده تعالى شوف بقى، ده في ابطال بتوصل للعالميه وبتمارس بالظبط. هو ده الغرض الحقيقي. انت عارف احنا في الحمله كمان انا ما بنحبش قصه الصعبانيات، لا فبنجيب النماذج اللي انت تشوف الحمله تعشقها. انت حتى لو زعوا حاجات من حفل الختام او حاجه تشوف الغنى وتشوف الفرحه والناس. خلي بالك على المسرح كلهم دمج مجتمعي، هتلاقي بقى من جنات الخلود، هتلاقي من مستشفى بهيه، هتلاقي من مستشفى الناس، هتلاقي فيدريكو اللي بيغني مع مدام صفاء بالسعود، هتلاقي جنات الخلود وانت مش تعرف. كله مبسوط وكله بيغني، انت مش تعرف ده حد عنده مشكله. مش تعرف ليه؟ ان هو واقف بقوته، واقف بكرامته، واقف بنجاحه، جاي بيتكرم في مكانه. هو اصلا ملهم. ليه؟ ان احنا السبوت محتاج يتحط. الناس دي عشان تبقى عارف، الناس اللي غيرت في المجتمعات والناس اللي عملت المستحيل هم دول اللي هيغيروا العالم. اللي مش مطلوب من واحد ما مرش بتجربه كمجرد شغاله الحفله بتاع الدكتوره استاذه صفاء. تخيل بقى اتفرج. تخيل بقى في مثلا من الدويقه ناس بتتعلم من جامعه الخلود هم اللي بيرقصوا في بعض الحاجات، في ناس بروفيشنال، يعني دمج حقيقي. ايوه يا ريت برضه يجيبوا اغنيه من صفاء برضه. هي كنت انا انت بتحتفل باحتفالات حقيقيه. اللي غنى في فريق ماتيرو ده واخد اعلى وسام في ايطاليا، وسام فارس، وغنى مع كاتي بيري، وغنى مع شفال بيري اللي هيغني مع غنى مع نصر السعود. شوفوا على المسرح بيغني، هو كان بيغني لايف. اللي كان على الويل تشير ده مشهور جدا. شوف الناس قاعده عدد كبير، العدد يقلش عن 1500 شخص. الحمله عالميا كمان كان في الاوبرا هنا، دي كانت في جامعه مصر، في اوبرا مصر. اوبرا مصر. ده انت هنا بتعلن نتائج الحمله ايه، وبيجي ناس من كل حته في العالم، بيجي ناس من هوليوود عشان عارف كمان. مؤسسات كبيره بتيجي، مدينه الشارقه خدمه الانسان كانت موجوده تمثل معانا يوميها. في فنلندا جم، في المكسيك جم، كان في صوت في برضه اغنيه كانت صفاء ابو السعود ومعاها فريدريكو مارتيلو. فريدريك اللي هو على الويل شير كان بيغني. كان نفسي اسمع الاغنيه دي. كان في دي ولا قبليها؟ في الحفله دي. يا ريت يجيبوها. لا انا قصدي في البند عشان يرجعوها. استاذ عليان هيرجعها موجود عنده الاغنيه بتاعت نفسه السعود، يمكن يلاقيها مع فريدريكو. احنا هنسمع حاجه بقى صوت وصوره دلوقتي. نفسي اسمع الاغنيه بتاعتها. هي وفريدريكو مارتيلو، اسمها الشمس بكره هترجع. الشمس بكره تطلع. مليانة سلام القلب اتكلم، القلب اتكلم أحلى كلام. يا صحاب يا قلوب، يا صحاب يا قلوب مليانة سلام القلب اتكلم، القلب اتكلم أحلى كلام. والسر المتدارد عندي حبنا في العندي وفي العندي، والسر المتدارد عندي حبنا في العندي وفي العندي. واللغة لو كانت حتى لو انتي عربي افرنجي او هندي، فاهمين بعضنا حابين حلمنا، فاهمين بعضنا حابين حلمنا، باصين قدام. يا صحاب يا قلوب، يا صحاب يا قلوب مليانة سلام القلب اتكلم، القلب اتكلم أحلى كلام. والسر المتدارد عندي حبنا في العندي وفي العندي، والسر المتدارد عندي حبنا في العندي وفي العندي. واللغة لو كانت حتى لو انتي عربي افرنجي او هندي، فاهمين بعضنا حابين حلمنا، فاهمين بعضنا حابين حلمنا.
ده دول بقى اللي ورا الدكتور صفاء ابو سعود، في جزء بروفيشنال، في جزء وفي جزء تاني من اللي هي ساعدت في تدريبهم جدا، اطفال من جمعيه جنة الخلود اللي هم الدويقه، كلهم هنا، كلهم حواليها. هي ده الغرض، ان هو يقدر بس اديله الفرصه. وهي بصراحه ربنا يكرمها، هي ساعدت كتير قوي بصراحه. ربنا يكرمها. لا هي بتحب الخير، وطبعا حقيقيه جدا يعني والناس كلها بتحبها. طبعا هي حقيقيه، هي شبهنا يعني. هي انا بقول لها جيت الحمله كانت حاجه، والحمله اللي بعديكي حاجه ثانيه. كمان الحمله تجذب الجزء اللي هو بتاع هوليوود والجزء بتاع العالم كله، شيء صعب جدا. في سويسرا النهارده مثلا حفله المره دي في مصر، جايين سويسرا، جايين يحضروا رئيس مؤسسه نو ديفرنس اللي هي السويسريه، من اكبر المؤسسات في العالم الخاصه بالهانديكابنج. سويسريه بيعملوا سبارتن. ما شاء الله. انا شاركت في سبارتن، تخيل في سبارتن، شاركت في سبارتن. انا بقى بطلع وبتاع، الاقي واحد بس من غير رجل، قلت بقول لك ايه، ما تشيلني بس، طلعني فوق. ان هو الناس عندها قدرات خارقه فعلا. الفكره ان ربنا سبحانه وتعالى جمع العالم، ازاي نجمع كل الناس دي والسبوت يتحط عليها، وممكن نجيب الابطال الملهمين من الدول العربيه. دي مثلا لارا اللي بتغني مع مدام صفاء، دي عامله 3 عمليات قلب مفتوح، تصدق بقى الصغيره دي؟ ما هي دي الحمله بقى في الاخر. ودي ملك مدينه الشارقه خدمه انسانيه، وده خالد عمار، دي وهو ده بقى ده انتوا سمعتوا الاغنيه لو شغلوها هنسمعها. ده اشهر مطرب. ده واخد اعلى وسام في ايطاليا، وسام فارس ده. ولما جه غنى في مصر كل الجرايد. احنا عايزين نسمع صوته بقى يا استاذ عماد، نسمع اغنيته بقى. Ed ogni alba lascia alle spalle la notte e il buio, la primavera dopo l'inverno porta il tepore, nasce una volta ma puoi rinascere ancora. E وعد الله يكون بتاعك ما تسيبوش، خلي الامل قدام عينيك ما تضيعوش، افتح طريق مستقبلك انت الحياه. الشمس بكره هتطلع وهتطلع كل يوم. الشمس بكره هتطلع وهتطلع كل يوم. Chi ti vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che possa contenere libertà che nelle vene. Chi vuole prigioniero non sa che non c'è muro che possa contenere libertà che nelle vene. ربنا خلتنا واجب أيكم، وعشان بنفسي مؤمنة لا يمكن أهرب من ظروف. يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا. دلوقتي انا عايز اعرف الاصابات بقى بتاع اللي كانوا بيغنوا. يعني طبعا فريدريكو هو ذو اعاقه طبعا، بس هو طبعا بس هو من اشهر الناس في العالم، واخد اعلى وسام في ايطاليا وسام فارس، وغنى مع كيتي بيري، وهو بيغني على فكره اوبرا، بيغني لايف ورهيب على فكره يعني. والغرض بتاعته بتشوف الناس دي انت تنبهر بيهم. خالد عمار انت عارفه طبعا، بيلعب تايكوندو. والثانيه ملك من مدينه الشرق الخدمات الانسانيه الشارقه. اعتقد عندها توحد. وطبعا كلهم قلت لي في ملك عندها، وفي لارا عامله دي برضه دي سفيره الحمله، عامله 3 عمليات قلب مفتوح وبتغني وبترقص وكله. ما هو ده غرض الحمله. وفي طبعا بقى رياضيين بيدخلوا يعني طبعا الموسيقى كمان اللي عملها شريك بسيمي، كمان ما ننساهوش شريك بسيمي عمل موسيقى رائعه جدا. لك ازاي يعني؟ في ناس عندهم مواهب، هيوصلوا لك ازاي؟ لا احنا بنوصل لكل الناس يعني. ساعات اللي بيبعت لنا بنشوف بيقدر يعمل ايه وبندخله في الحمله. والحمله متشعبه، الحمله كبيره، احنا 6 شهور متواصله. الافتتاح والختام، الافتتاح بيقول الناس احنا هنعمل ايه، ونجمع كل الناس. بالختام بنوري الناس ايه اللي حصل. انت شفت الفيديو اللي هو اللي كان فيه الدول. تمام. الحمله متشعبه جدا، فيها مؤسسات كتيره جدا على مستوى العالم يعني، كل حته في العالم بتدخل. عندك هدف وبتوصل ايه بالهدف اللي انت نفسك لما شفت الاحتفال ده، شفت السعاده والفرح، تحس ان حاجه كبيره عالميه، تحس ان حاجه على ارض مصر، وان شاء الله تبقى اكبر واكبر كل سنه على ارض مصر. لان الغرض اللي بتحط السبوت على نجاحات الناس، ده الغرض. الناس ساعات بتشوف ان ذو اعاقه او اللي جاله كانسر او اللي جاله يعني، الناس تقول لك مثلا عمر يكون خسر 100 ماتش يعني يخسر يعني لا، انت ده نجاح ان انت تقف في الملعب. على العموم طبعا وعايزين بقى التعاون بيننا يكون السنه دي بقى ان شاء الله الاتحاد العربي للاعاقه، نعمل بقى حاجات كبيره جدا، ونختار الابطال الملهمين نكرمهم، ونشوف ازاي نعمل تعاونات بينكم عالميا، وازاي نعمل. لازم السبوت يبقى على الناس دي
هم الابطال الحقيقيين وهم اللي هياخدوا بايد غيرهم. يعني احنا نحاول نجيب كده النماذج مشرفه من الوطن ونعمل العربي ونحاول نجيبهم في والبطولات الافتتاح كمان أو في الختام، وبطولات تتغطى، وتحضروا بطولاتنا وتتغطى ويتعمل. لو عندك بطولات في مصر نجيب المؤسسات تحضر ونجيب الجمهور ونختار القصص الملهمه، احنا نعمل لها حاجات تتعمل وتتذاع. اكيد. لا وعندنا في الاتحاد العربي مليان، الوطن العربي خلي بالك مليان. الحقيقه عشان تنشر الامل انت محتاج تجيب الناس اللي نجحت، مظبوط، والناس دي اللي هتجر بايد اللي قاعد مكتئب. والحمله كمان انت بتشوف احلى حاجه في العالم انك بتشوف الخير ده كله على مسرح واحد في الاخر. ان احنا مش عباره عن افتتاح وختام بس، لا ده في شغل كتير جدا بيتعمل على مدار ال6 شهور. السنه دي كمان مش هحرق المفاجآت، بس في جامعات كبيره داخله في الجامعه السنه دي ما شاء الله. هتشوف اكتر من 4000 طالب في كل جامعه بيشارك في حاجات. مش هحرق خالص. لا ان شاء الله على مستوى العالم. وفي كمان برنامج ابطال التحدي ده يعني هيغطي وفي كمان مفاجآت عالميه السنه دي ان شاء الله باذن الله يعني. وعندنا طيب كمان اول حاجه مستر وولد فاند مجال كان الحلقه خلصت وجريت بسرعه. مش عارف بتخلص معاك بسرعه ليه؟ دايما محتاجين ساعتين على كده. انا طبعا بشكر كابتن. انا بشكرك جدا والله. يعني قاهر المستحيل وقاهر انا المرض بشكرك جدا والله. وملهم العالمي والعربي انور الكموني شرفنا في برنامج ابطال التحدي، وهنتابع ان شاء الله حملته اخبارها ايه. وطبعا انا بشكركم ان شاء الله، ربنا يخليك. وبشكركم اعزائي المشاهدين، ورمضان كريم، ونشوفكم على خير الاسبوع القادم مع ملهم اخر من ابطال التحدي.